استعدادا رمضان. شوف نمشيو بشويه علينا، ما يجي رمضان تلقانا ناضيين وغنستافدوا منه مزيان. اي واحد فينا هذا رمضان ان شاء الله خاصو يكون عنده هذا. تبارك الله تبارك الله. الا من بين الحبوب اللي ما فيهمش حتى هما الجلوتين. الناس اللي عندهم السيلياك ضرب لك الا فيه بروتينات مزيانين وذات جوده عاليه، تيعطيك كاع الاحماض الامينيه الاساسيه تقريبا بلاتي ما تزعمش. الكالسيوم، الفوسفور، المغنيسيوم، الفولات، خصوصا الكالسيوم تيعطيك واحد الاحتياجات مهمه في الكالسيوم. بيان سور فيه كربوهيدرات، لكن المؤشر الجليسيمي ديالو علاش فيه دي فيبر الياف نون ستارتشي بوليساكرايدز، يعني واحد لي بوليساكاريد اللي هما مزيانين ما كيتهضموش والياف، وبالتالي فالسكر ما كيديرش الا مالو. فيه مضادات تغذيه اللي تيحبسوا ليا الامتصاص ديال الكالسيوم اللي فيه هو والحديد اللي فيه، وبالتالي هنا فين كاين المشكل. الا منين غندخلوا ان شاء الله في رمضان خصنا نحضروه بطريقه صحيحه. شد ليا الا وتبيتو في الماء، عاد الغد ليه تتنشفوا وكتخدم به. النقطه الثانيه باش نقص ليا مضادات التغذيه بحال حمض الفيتيك، تنبتو كتشدو كتحطو كدير ماء معدني في واحد التوب وكتخليه يبقى يشرب في الماء حتى تينبت. الا نبت ايلان ولا بيت ايلان في الماء مضادات التغذيه غينقصوا وغتستافد من المعادن اللي مهمين في ايلان. وهذا الشيء كامل اجي نقول لك قرب 14 درهم للكيلو بيناتنا. خاصك تبارطاجي لي هذه المعلومه مع صحابك واكي عاود.